السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كان مليح. تخيل معايا كل يوم تنوض الصباح راك رايح تخدم ولا تقرا، وكل بلاصه تلفت فيها تلقى فيها لوسخ. ما نجمش تخيلها، خاطرش كاين واحد الفئه في المجتمع تاعنا ومولاهم يسهروا على صحتنا ونظافتنا وعلى كرامتنا، واللي هما عمال النظافه بصفه عامه. هما النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة. كاين واحد الفئة راه تنوض الصباح بكري يمشي برويطة ومصلحة ويهز واحد النفايات بسيطة، نفايات كيما من تاكل شوينغوم، تقيس هذاك الكاغط، ولا تاكل حبة حلوى، ولا تكون دور بوبلي تشرب في لاتاي ولا في قهوة وترميه. تنجم ما تخليهمش كاع هما يوصلوا يخدموا هذه العفسه في بلاصتك، نتايا كي تكمل حاجه ترميها في بلاصتها، واذا ما كاش بلاصتها خليها عندك حتى توصل للدار، ولا بالك تزيد تتمشى شويه تلقى وين تقيسها. وهذه الفئة غالبا ما تلقاه اللاج تاعه، تلقاه قد بواك ولا قد جدك. وهذه الفئة تخدم بصمت، تتحمل التعب، تتحمل نظرات الناس غالبا ما تكون سلبية، وخطرات حتى قلة الاحترام. والمشكلة هنايا راه في العقلية تاعنا، خاطر كي تجي تقيس كاش حاجة تقول بلي راه كاين اللي يجي يديها ولا كاين اللي يجي يرفدها. خلينا من النفايات الكبيرة اللي يجي كامل يرفدها، ولا نهضروا على النفايات البسيطة اللي حنا نجمو نصنعوا الفارق فيه. حبك هذو النفايات البسيطه كيما قلت، شو راح حتى في الخدمه السيد كي يكون يخدم ويتبع فيها واحده واحده باش ينقيها يتعب بزاف. يعطيك الصحة. وخطرات يصراو حوادث كاين وين توصل به حتى يموت مسكين. وهي مليح كنت وين ما تلاقى مع واحد عامل نظافة تقول له صباح الخير، يعطيك الصحة، الله يعاونك، هكا تضحك معاه، ولا حتى تنجم تعاونه تخلص له فطور، ولا تعطيه كاش حاجة ياكلها. جست ديجا كيما هاكا من عندك طلع له المورال يعطيك وتخليه فرحان، صنع له نهار كيما نقول. ايوا. هذه هي خوتي وارفة تاع اليوم. كالعاده عندنا لو بو بارادي، متنسوش تضربوا طلع في الكونت تاعنا صفر. ومرحبا بكم خوتي وصحة فطوركم.